زاد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ من حدة الضغط على الظهير المغربي نصير مزراوي في ظل قلة مشاركات اللاعب مع الفريق مؤخرا. ووجد الدولي المغربي نفسه خارج حسابات البافاري منذ عودته من قطر عقب المشاركة في كأس العالم 2022 الذي أعقبه بمعاناته من إصابة بفيروس كورونا. ورد المدرب توماس توخيل على طلب نجمه المغربي نصير مزراوي الذي اشتكى قبل عدة أيام من عدم مشاركته في المواجهات مع ناديه بايرن ميونخ في البطولات المحلية والقارية عقب عودته من مونديال قطر 2022. وكان نصير مزراوي قد تحدث مع شبكة سكاي سبورت بنسختها الألمانية حيث اشتكى من عدم نيله الفرصة حتى الآن كي يخوض المباريات مع بايرن ميونخ كأساسي سواء مع المدرب السابق يوليان ناغلسمان أو الحالي توماس توخيل. ونقلت الشبكة عن المدرب توماس توخيل الجمعة قوله قبل المباراة ضد هيرتا برلين الأحد المقبل في منافسات الدوري الألماني: بالنسبة لي أريد أن يلعب نصير مزراوي بشكل أكبر معنا في المواجهات القادمة، لكن الأمر يعود له. وتابع: لدى بايرن ميونخ مقاييس عالية للغاية، وإذا شارك اللاعب حتى لمدة 5 دقائق فإن عليه الظهور بشكل مميز للغاية. والكرة حاليا في ملعب نصير مزراوي وهو يحظى بدعم لا محدود، وجميع اللاعبين يشاركون في هذا التحدي. فتحت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم باب الاتصال مع مسؤولي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع الدولي المغربي نصير مزراوي بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنظام الإعارة. وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى وجود تواصل بين الإسباني بابلو لونغوريا رئيس مارسيليا وإدارة البايرن من أجل تقديم عرض رسمي للتعاقد مع مزراوي الذي يعيش فترة صعبة مع البافاري خلال الوقت الحالي. وأوضحت التقارير ذاتها أن ممثل الجنوب الفرنسي يبحث عن مدافعين يحلان محل نونو تافاريس الذي سيعود إلى أرسنال وجوناثان كلاوس في حالة رحيله، وهو ما يجعل مارسيليا يوجه أنظاره صوب الظهير المغربي. يرتبط مزراوي بعقد مع بايرن ميونخ يمتد إلى غاية 30 يونيو 2026، غير أن عدم الاعتماد عليه كخيار أول أو ثاني سيضطره للرحيل لخوض تجربة جديدة. ويتواصل وكيل أعمال الدولي المغربي مع مسؤولي البارسا وأبلغهم برغبة مزراوي في مغادرة بايرن ميونخ وحمل قميص البلوغرانا، خاصة وأنه كان قاب قوسين من ذلك الصيف الماضي قبل أن يفضل في الأخير عرض الفريق البافاري. ووفق صحيفة سبورت بيلد الألمانية فإن برشلونة يراقب وضع مزراوي وهو على دراية بأن اللاعب سيكون متاحا بسعر منخفض، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي أظهر فيها غضبه من وضعه. يذكر أن نصير مزراوي غاب عن المشاركة مع بايرن ميونخ عقب عودته من مونديال قطر بسبب الإصابة التي تعرض لها جراء إصابته بفيروس كورونا، لكنه تعافى بشكل كامل وأصبح حبيس دكة البدلاء بعدما كان أساسيا قبل كأس العالم 2022.